ايوه طبعا، قفشه وحسين الشحات دول اتنين لعيبه يستحقوا التواجد في النادي الاهلي. يستحقوا التواجد في النادي الاهلي علشان حاجه بسيطه جدا. الناس دي عندها شخصيه، وعندها قدره على ضبط نفسها، وعندها اصرار على تقديم ما هو افضل في المواعيد الكبرى. يعني واحد زي حسين الشحات عنده مشكله مش صغيره اطلاقا، مشكله بتعدي على الوسط الرياضي الكروي في مصر لاول مره في تاريخه. لعيب كوره بياخد حكم على لعيب كوره تاني، وبيحصل ان لعيب الكوره اللي واخد عليا حكم ده بيلعب قصادي في مباراه هي الاصعب خلال الموسم، في مباراه هي الاهم في هذه البطوله، ومع ذلك انا بطلع نجم الماتش، بعمل 2 اسيست، بعمل ضربه جزاء، بعمل فرص، بعمل كل حاجه صح داخل الملعب، بسبب ازعاج لكل واحد موجود في المنظومه المنافسه ليا في المباراه. ده عايزه قوه شخصيه وصلابه ومهاره وثقة بالنفس وإصرار وكل حاجة تقول إن الراجل ده لعيب كبير. حسين الشحات دايما موجود في المواعيد الكبيرة. قدام الوداد بتلاقيه موجود، قدام ريال مدريد بتلاقيه موجود، قدام الزمالك بتلاقيه موجود، قدام بيراميدز بتلاقيه موجود. في كل الماتشات القوية والكبيرة حسين الشحات موجود. قفشة والقضية، أنا بقى شايف إن الراجل ده سالك وطيب وكل الكلام ده، ولكن ربنا بينصر الراجل المجتهد. مش بس عشان هو سالك ربنا بينصره، ربنا بيوفقه، ربنا بيسهل له سبل انه يسجل اهداف ريماركبل، اهداف علامات. ليه؟ لانه راجل بيشتغل على نفسه، بيجتهد، بيطحن نفسه في التمرين، صادق جدا مع نفسه وصادق جدا مع زمايله، عنده مشاعر صادقه. حتى لما اتكلم وقلنا انه ما كانش يصح يتكلم في الاعلام، لانه ببساطه هو راجل اللي بره جواه، اللي في قلبه على لسانه. ما ينفعش في مجتمعنا ده انك تقعد تفضفض وتقعد تطلع اللي في قلبك قدام الملايين، ولكن انت راجل عندك مهاره، عندك قدره على التحكم في نفسك، عندك سلام داخلي تتحسد عليه. ربنا يا ابني يوفقك للخير. اجمل بقى في المواضيع دي ان قفشه احسن لاعب في مصر بيلعب ما بين الخطوط، واي حد يقول لك انه سجل الاهداف دي لمجرد انه لعيب سالك بس، هو انسان مدلس. نروح لنقطه انا اعتقد انها جدليه ولكنها كلمه حق. بيراميدز فريق تقيل، محمد الشيبي ده لعيب تقيل جدا، على الرغم ان هو لعيب لا اتمناه اطلاقا انه يكون في فريق بشجعه، لكنه لعيب عنده قدرات فنيه يتحسد عليها، لكنه عنده شخصيه يتكره عليها. فانا بقول لكل لعيبه مصر، اتعلموا من شخصيه محمد مجدي قفشه وقوه شخصيه حسين الشحات، واوعوا تتعلموا من شخصيه الشيبي. خدوا من مهارات محمد الشيبي وامكانياته، واوعوا تاخدوا من شخصيته، علشان احنا عايزينكم رياضيين بجد. احنا مش عايزين شهد السعيد تاني. سلام عليكم.